عزيزي، شايف الطائر الغلبان اللي قدامك ده؟ تعرف ان الطائر ده اتعمل حرب وانت لسه؟ تعالى، عايز تسمع القصه؟ تعالى لي، تعالى. سنه 1932 الطائر دوت لم اصحابه، جمعوا 20,000 طائر مثلا، وخدوا بعضهم كلهم في مجموعه واحده، وراحوا في استراليا في اراضي زراعيه كتير وراحوا يخربوها. الناس بتاعت الاراضي الزراعيه ديت بدات تتدمر، وبداوا ياخدوا بص الموضوع بحمل جد قوي. فراحوا متصلين بالشرطه، الشرطه تسكت؟ لا طبعا ما تسكتش، راحت جايبه الجيش خد الاسلحه وراحوا لامين بعضهم، وكلهم راحوا نازلين عشان يحاربوا مين؟ الطائر الغلبان دوت اللي شبه البطريق ده، مش عارف رايحين يحاربوه ليه. فالمهم لموا بعضهم كلهم وراحوا يحاربوا شويه الطيور الغلابه اللي هم اسمهم الايمو. هم شويه الطيور دول شويه مع بعضهم كده، حبت معاهم، معلش بقى مش هننزل لدماغهم. فالمهم راحوا رايحين كلهم مع بعضهم، والجيش نزل باسلحته وبمعداته وكله بقى راح. بس الطير ده فيه ميزه حلوه قوي، ان هم بيتحركوا في مجموعات. فالطيور بقى شغلت دماغها، قالت احنا نعمل 3 مجموعات. مجموعه تروح راحه تجري قدامهم، ومجموعه ثانيه تخرب المحاصيل، ومجموعه ثالثه تمشي من الناحيه الثانيه خالص. فالجيش بدا يستغرب ان هو مش عارف يعمل اي حاجه بالطلق وبكل الرز بلبن ده، ومش عارفين يعملوا اي حاجه. فراحوا عاملين ايه؟ راحوا منسحبين. والله زي ما بقول لك كده، راحوا واخدين بعضهم وانسحبوا. وتتسجل اول مره الجيش الاسترالي ينسحب في حرب ما بينه وبين الطيور. انت فاهم؟ طيور يا اسطى.